بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. خبر جاي من الكنترول حالا بيقول ايه الخبر دوت. مد فتره رفع المستندات على الموقع لحد يوم 18/1. ده طبعا عشان خاطر الناس اللي كان عندها مشاكل والناس اللي مش عارفه ترفع ورقها والناس اللي عندها مشاكل في الرقم الموبايل والباسورد والجو ده. معاك اهو لحد اخر الاسبوع، معاك لحد يوم السبت، اخر ميعاد السبت نفسه. تمام. وان شاء الله ابتداء من يوم 19/1 هيبدا الفرز على طول في الناس اللي قدمت واللي رفعت وظبطت حاجتها. خلاص تمام التمام. وهيبدا بعد رسائل على الناس بنتيجه الفرز ابتداء من 1 فبراير زي ما قلت قبل كده. بس انا بس ايه بديكم المعلومه كامله يعني. يبقى جديه الحجز اخرها بكره 15 يناير. رفع الورق على الموقع اخره يوم 18 يناير اللي هو السبت اتمد. وطبعا الكورسات عرفنا ان هي وقفت من اخر الشهر اللي فات. فاللي لسه ما دفعش معاك بكره، اللي لسه ما دفعش معاك لحد يوم السبت الجاي. لو انت متردد بقى وبتفكر ومش عارف تعمل ايه، اديني ايه طلعت في فيديو سريع اهوت، يعني فيديو قصير مش هياخد وقت، بقول لكم ايه اللي تم. وده طبعا من بناء على تعليمات من الاستاذه مي اللي هي الرئيسه التنفيذيه للصندوق التمويل العقاري. والموقع حاليا شغال كويس جدا، يعني بقاش فيه حته العطل اللي كان فيه، بقى تمام. طبعا في شويه معلومات تانية دي اعتقد مش هتهم الناس، يعني انا حبيت اقول بس الحاجات اللي ايه المهمه قوي، واللي هي بالاخص طبعا هو مد فتره رفع الورق على الموقع يوم 18 يناير اخر يوم لرفع المستندات ان شاء الله. تحياتي ليكم. وده كده فيديو على السريع كده، قلت اديكم معلومه قانونيه او معلومه انا عارف هتهم ناس كتير. اللي لسه بقى ما جهزش ورقه او فاضل له حاجه ما تقلقش ما تتكهربش، مش بكره اخر يوم، معاك يوم السبت. تحياتي ليكم. طبعا يبقى ما ننساش بقى الشير واللايك والمتابعه عشان غيرك يعرف المعلومه وكله يبقى عارف القصه ماشيه ازاي. وطبعا مش هتلاقي فيديوهات نازله دلوقتي بتقول المعلومه دي، ان انا جايبها حالا. تمام. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.